عطاك الوراق ديال الكونطرا تيكون هو قال لك شوف انت راك خلصتيني 5 المليون ولا 10 المليون ولا ما عرفتش شحال ما كان، تيقول لك خلصتيني هاد الفلوس هادو باش انني نبيع الكونطرا ونجيب لك الطاليان، انت جيتي، ولكن ما كتعنيش انني نتحمل المسؤوليه ديالك. صافي انت راك جيتي في الطاليان، هو صافي تيقول لك الله يعاون، ولكن ما خصك تعرف بلي ان راه بزاف د الحوايج خاصك ديرهم. خاصك دير لاطيسيرا سانيتاريا، خاصك دير لا كارتا ديدنتيتا، خاصك دير ريزيدنسا، خاصك تقرا فيتو، المهم خاصك بزاف د اللعيبات ديرهم. يعني ايطاليا انا ما كانش عليا نجي لهذا كان قرار خاطئ. الغربه راه ما سهلاش، الغربه راه فيها بزاف د الحوايج اللي هما صعاب. كتاخذ البيرميسو دي سوجورنو، واش انت عارف بلي ان هنا في ايطاليا ما كتبقاش صالحه الفيزا؟ مرحبا بكم فيديو جديد. رمضان مبارك كريم. حنايا في اول يوم ديال رمضان هنا في ايطاليا. كنتمنى لجميع المتابعين ديالي في القناه ديالي رمضان مبارك كريم، وكنتمنى لكم هذا رمضان يكون زوين بزاف. واخا صراحه رمضان في الغربه ما تيكونش كيما داك رمضان اللي كاين في المغرب. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مره اخرى فيديو جديد. الفرق ما بين النهار الاول في ايطاليا ومور تقريبا سنه في ايطاليا، يعني بزاف ديال الناس كيلاحظوا الفروقات. قبل ما نجيو لايطاليا كتكون عندنا واحد الصوره مختلفه تماما. هذيك الصوره الحقيقيه، ديك الصوره الحقيقيه اللي كاينه بصح ايطاليا. يعني باش نكونوا في المغرب تنكونوا جالسين كيجيو عندنا العائلات ديالنا اللي كاينين في ايطاليا، اللي كاينين في اوروبا، وكيبداو كيعاودوا لينا على اوروبا، تيبداو يعاودوا لينا على ايطاليا. كي دايره هاد ايطاليا؟ كنشوفوا انهم اين طوموبيله جايين بها، ولادهم شنو لابسين، هما شنو لابسين، شحال كيخسروا في الصيف. وحنا كنكونوا واحد الصوره. داكشي من تما تيبدا ان بزاف ديال الناس تيبداو يكونوا داك الحلم الايطالي، تيبغيو انهم يجيو لايطاليا. ولكن المشكل هو ان باش كتجي لايطاليا كطرالك واحد الصدمه. داكشي علاش انا فكرت انني ندير هذا الفيديو هذا. انا راه كاع ما غادي نهضر فيه باش انني غادي نهضر زعما شي حاجه خايبه على ايطاليا، ولا غادي نهضر على شي حاجه زوينه في ايطاليا، ولكن غادي نحاول ما امكن نعطيك الصوره الاقرب للحقيقه. يعني باش نخليك انك تعرف ايطاليا شنو فيها بصح. ما غاديش نبقى انني نتيق ونخليك انت تتيق ديك بيع الوهم اللي كيبيعوا لينا بزاف ديال الناس، سواء في الانترنت ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا العائلات ديالنا اللي كيمشيو عندنا في الصيف. ولا تقدر انك ديك التصويره تكونها بوحدك، ولكن حاولت ما امكن انني ندير واحد الفيديو اللي الهدف ديالو هو ان نخليك نعطيك واحد الصوره تقريبيه للحقيقه. شنو هي ايطاليا؟ الفرق ما بين النهار الاولاني والفرق ما بين باش كتعيش فيها تقريبا لمده سنه. حيت دابا بزاف ديال الناس اللي تيكونوا في المغرب كتكون عنده واحد الصوره على ان ايطاليا فيها الفلوس، ايطاليا راه فيها بزاف د الحوايج اللي هما زوينين، ايطاليا راه مثلا فيها الخدمه، الناس كيبغيو الكونطرات، كيبغيو كتسحب لهم الخدمه راه جالسه كتسنى هنايا. شي واحد بغى يدير الاوراق مثلا، كيجي واحد كيجي حارق هنا لايطاليا مثلا، تيجيو ليه الله انه راه بامكانه انه يتزوج بشي طاليانيه يدير معاها الاوراق، ولا شي مغربيه يدير معاها الاوراق. هادشي راه كاينين بزاف ديال الناس لانهم جاو حارقين، ولا مثلا جا لايطاليا وهادشي كامل تيسر ليه. هادشي كاين، ولكن هاد الناس هادو شحال النسبه المئويه ديالهم؟ هاد النسبه دي راه قليله بزاف. اما في الحقيقه ايطاليا هي واحد البلد اوروبي اللي ممكن انك تنجح فيه، ولكن ممكن انك تفشل فيه. حيت الفرق ما بين النهار الاولاني وموال السنه هو انك باش كتجي يلا كتحطك الطياره هنا النهار الاولاني، كتشوف ان راه ايطاليا، كتشوف الناس كيفاش كيلبسوا، اوروبا الديور كيفاش دايرين، الطوموبيلات كيفاش دايرين، كتولي كتسمع الاوروب بزاف، كتولي كتسمع الناس كيفاش كيهضروا اللغه الايطاليه، كتولي كتشوف بزاف د اللعيبات. لانك من العادي انك في النهار الاول كتشوف داكشي كيبهرك، كتجيك واحد القضيه بحال اللي قلتي واحد الصدمه. ولكن نهار على نهار ما حدك وانك كتعيش نهار على نهار على نهار على نهار، وانت كتولي كتعامل مع الادارات الايطاليه، كتعامل مع الايطاليين، كتعامل مع المغاربه اللي في الطاليان، كتولي كتعرف الحقيقه ديال الطاليان. كتولي انك باغي تخدم كتعرف ان راه الطريقه باش انك تخدم هنايا راه ماشي كيما في المغرب. الطريقه انك كتعامل هنا في الادارات كتكون محتاج اللغه، كتكون محتاج بزاف ديال الحوايج اللي هما جد مهمين. وانت كتكون جيتي هنايا هادشي كاع ما كنتي كتفكر فيه في المغرب، كاع ما كنتي كتفكر ان راه في ايطاليا غادي يكون خاصك فلوس، غادي يكون خاصك ناس يعاونوك في البدايه، غادي يكون خاصك مثلا اللغه الايطاليه تكون متمكن منها. بزاف ديال الحوايج اللي كتكون انت ما كفكرتيش فيهم حتى تجي هنا لايطاليا عاد كتولي كتكتشفهم. حتى واحد الوقت كيدوز عام كتولي حاقد على الطاليان. شحال من واحد تنعرفو انا طالب من المغرب يكملوا الدراسه ديالهم في ايطاليا، بقوه ما انهم ما قدروش على الغربه في ايطاليا، صافي ولاو تيقولوا انني اش كندير انا هنا في ايطاليا. ايطاليا انا ما كانش عليا نجي لهذا، كان قرار خاطئ، كان خاصني نجلس في المغرب. فاذا كان هذا هضره ديال طالب مغربي تيقول هنا في ايطاليا، يعني جاب وراقيه، جاب الفيزا ديالو، جاب كلشي ديالو، فما ادراك في شي واحد جا لايطاليا
حارق، ولا مثلا جا انه مثلا خدا شرا كونطرا ولا شرا شي حاجه بحال هكا، وفي الاخر الكونطرا سالات ليه وما قدرش انه يندمج مع الشعب الايطالي، ما قدرش انه يولف يتعايش مع الغربه. حيت صراحه الغربه راه ما ساهلاش، الغربه راه فيها بزاف الحوايج اللي هما صعاب. بالمناسبه بغيت نسولك، واش انت من المتابعين ديالي؟ الا كنتي ماشي من المتابعين ديالي تنقول لك مرحبا بك في لاشين ديال يوتيوب، راه ديما كنهضر على مواضيع زوينه بزاف. دخل تاكد انت، راه كاين بزاف المواضيع، اختار اي موضوع باش تدخل ليه راه غادي يعجبك الحال. مي فا مولتو بياتشيرا نشوف الكومونتير ديالك والتساؤل ديالك، ولا حتى الا كانت الافكار ديالي انا وياك ماشي متناسقه مع بعضياتها خلي الافكار ديالك لا تنقرا لي كومونتير كاملين. يلا نكملوا الفيديو ديالنا كاملين. بزاف ديال الناس في المغرب تيسولوك تيقولوا لك اشنو درتي في الغربه، ولكن ما كيسولوكش اشنو دارت لك الغربه، حيت الغربه راه كتبدل الانسان. بحال دابا مثلا بما انني انا كنعاود لكم وكنشرح لكم وكنبارطاجي معكم هاد التجربه الشخصيه ديالي، بغيت نقول لكم بلي انني انا شخصيا اول حاجه يمكن اللي جاتني من اهم الحوايج اللي هما دارتهم فيا انا الغربه شخصيا، هو ان علمتني انني ما نعتمد على حتى شي واحد وتعتمد على راسك. قطعت على الصحاب، ما بقاوش انا مثلا اليوم ما عنديش شي واحد، ما عنديش شي شخص اللي نقدر نقول لك انه صاحبي هنا في الغربه، ما عنديش مع الاصدقاء، ما عنديش. حيت باش كتجي للغربه في البدايات كتكون جاي من المغرب، كتكتشف اول حاجه القيمه الحقيقيه ديال شكون انت. يعني انت ديك القيمه اللي كانت عندك في المغرب كتكون من واحد الناحيه، كتكون واحد القيمه اللي هي فيك غير حقيقيه. علاش؟ حيت ديك القيمه اللي عندك في المغرب راه من خلال العائله ديالك، ومن خلال الوالد ديالك، ومن خلال الام ديالك والعائله ديالك ولا الدرب. بزاف د اللعيبات تيخليوك انك تكون داك الشخص. يعني مثلا انا كنهضر على راسي، مثلا كداك الياس اللي كنت في المغرب، راه الياس ولد فلان، الياس ساكن هنا، الياس راه تيقرا هنا، راه شي حاجه بحال هكا. ولكن باش كتجي للغربه كتلقى راسك انك بوحدك وكتعاود فريمون ازيرو. داك الاشخاص اللي كاينين في لونتوراج ديالك تيحكموا عليك على انت بصح القيمه ديالك شكون انت. يعني الا كنتي انت كما تيقولوا انت كاين فارض شخصيتك، انسان ذكي، انسان بصح قادر يجيبها اي بلاصه، القيمه ديالك تقدر انك نهار على نهار تبقى تطلعها، على نهار على نهار تبقى تطلعها. ولكن الا كنتي انت انسان عندك واحد القيمه اللي هي فيك في البلاد ديالك، باش كتجي لاوروبا كيتعرى داك الفيكنس الا قدرنا نسميه، كتعرى اي حاجه غير حقيقيه كانت عندك في البلاد ديالك هنا في الغربه كتعرى. الغربه وايطاليا كتوريك حتى الصلابه ديالك. الا كنتي انت في البلاد ديالك كتحبك انك انت قاصح كما تيقولوا، والشومان دو فير قاصح انك تجيب راسك في اي بلاصه، باش كتجي لايطاليا باش كتجي للغربه كتعرف بصح الجو ديال هاد السؤال هذا، واش انت قادر انك تصبر. حيت راه باش كتجي لاوروبا بزاف ديال الناس كيسحاب لهم ان راه اوروبا راه الجنه. كاين بزاف الناس كيسحاب لهم ان راه هنا كاين بنات غادي يتلاحوا عليك، كاين بزاف الناس كيسحاب لهم ما تخرج من المطار تلقى الفلوس طايحين في الطريق، كاين بزاف الناس كيسحاب لهم راه خصو غير يخرج من المغرب وغادي يمشي لاوروبا وغادي يجيب راسو. راه هاد القضيه دي راه ماشي بصح، حيت الحياه في اوروبا راه اصعب وفي نفس الوقت احسن. المعيشه في ايطاليا حاجه زوينه، عاوتاني في نفس الوقت ديما تنقارنوا ما بين المغرب المغرب وايطاليا. حيت ايطاليا ممكن انك دير فيها الفلوس، حيت كما كنحل راك كتخلص بالاورو، الا لقيتي شي خدمه زوينه راه ممكن انك تخلص مزيان، ممكن انك تحلم احلام اللي ما يمكنكش توصل لهم في المغرب. ممكن عندك البوسيبيليتي انك الورقه ديالك انك تجددهم، عندك البوسيبيليتي انك كتعرفوا داكشي اللي كنت كندير في الفيديو ديالي ديال ريكونجونجيمنتو فاميليار، تجيب عائلتك، تجيب الزوجه ديالك، تجيب وليداتك، بزاف د اللعيبات اللي انك زوينين في ايطاليا، ماشي زوينين. من الحوايج عاوتاني اللي صعاب في ايطاليا هو الاندماج في ايطاليا حاجه فريمون صعيبه بزاف، حيت اصلا تنظن ان الشعب الايطالي ما كيسمحش لثقافات اخرين انهم يجيو يسيطروا علينا في ايطاليا. يعني مثلا ماشي منفتح لثقافات اخرين. المهم كما كان الحال راه ايطاليا النهار الاولاني ومور سنه راه ماشي بحال كاين فرق كبير. بزاف ديال الناس اللي انهم كياخذوا بعين الاعتبار غير داكشي اللي كيعاودوا لينا العائلات ديالهم، داكشي اللي كنشوفو في الانترنت وداكشي اللي كنشوفو في بزاف د اللعيبات اللي ماشي حقيقيين. بزاف اصلا دابا في الانترنت بزاف لاشين يوتيوب اللي كيهضروا على هادشي ديال الكونطرات، هادشي ديال العمل بدانتي، بزاف د اللعيبات كنشوفو في الانترنت كيهضروا عليهم، كيهضروا على ان راه كاين الرواسل، كاين الكونطرادات. شوف الا بغيتي راه اليوم خرجوا 3 د الكونطرات، اليوم خرجوا 4 الكونطرات، هنا في مودينا، هنا في فيرونا، هنا في ميلانو خرجوا. كنبقى نشوف بزاف ديال الناس كيبيعوا فريمون الوهم. وكتلقى في المغرب ناس حل فمو كيشوف الفيديوهات كيشوف صحاب راسو ان اوكي شنو خاصو باش راه ما بينه وبين النجاح غير ديك 5 المليون. غتخلص 5 المليون وتجي للطاليان صافي راك غادي قطعتي البحر ونشفوا رجليك. هادشي راه ماشي بصح. بزاف ديال الناس اللي هنا في ايطاليا ما كانش الناس حراقه، حيت الحراقه زعما مساكن الله يشوف الله يحسن عوانهم وصافي. انا كنهضر لكم على داك الشخص اللي جا بطريقه قانونيه، جاي شاري كونطرا ولا ما عرفتش شنو جاي داير باش كيجينا في ايطاليا. كنقول ليه في هذا الفيديو هذا ان راه خاصك دير اتونسيون، خاصك انك فريمون كما قلت في الفيديو ديال قلم دير بلان، خاصك دير واحد البيانو، خاصك دير واحد
الخطه باش انك تعرف راسك ان ايطاليا شنو فيها. مثلا انك تشري كونطرا تجي لايطاليا وتعرف بلي ان الكونطرا راه باش كتجي لايطاليا راه كاين بزاف د الحوايج خاصك ديرهم. خاصك تمشي للكويستور، خاصك تمشي للكوميساريه، خاصك دير البصمات باش انك تاخذ البيرميسو دي سوجورنو. واش انت عارف بلي ان هنا في ايطاليا ما كتبقاش صالحه الفيزا، ما تبقى صالح والو، كيبقى صالح البيرميسو دي سوجورنو، لو بيرمي سوجور، وثيقه الاقامه. الا ما ديك الوثيقه الاقامه بقوة ما انك كتسناها. مثلا انا نعطيك المشكل اللي كاين في ايطاليا مؤخرا، هو المشكل ديال لابونتامينتي، المشكل ديال المواعيد. انت كتمشي دير ليمبرونتي ديجيتالي، كدير البصمات. باش كدير البصمات ديالك تيقول لك شوف راه باش انك يعني كلشي انا كنهضر شي واحد عنده كلشي مزيان، باش يكون كلشي عندك مزيان تيقول لك شوف راه عندك من هنا 7 شهور 8 شهور. انا عطاوني عام باش يخرج لي البرميسي دي سوجورنو ديالي، الوثيقه ديال الاقامه ديالي. انت تيقول لك بلي عندك الوثيقه ديالك كتكون فيها مثلا عام، ايماجيني خرجت لك مول 8 شهور. يعني انت تبقى 8 شهور وانت كتسنى، وهي صالحه عام. يعني 8 شهور وانت كتسنى تبقى بها 4 شهور. مور داك 4 شهور داك الشخص اللي انه عطاك الوراق ديال الكونطرا تيكون هو قال لك شوف انت راك خلصتيني 5 المليون ولا 10 المليون ولا ما عرفتش شحال ما كان، تيقول لك خلصتيني هاد الفلوس هادو باش انني نبيع الكونطرا ونجيبك لطاليان. انت جيتي، ولكن ما كتعنيش انني نتحمل المسؤوليه ديالك. صافي انت راك جيتي في طاليان، هو صافي تيقول لك الله يعاوني. ولكن ما خصك تعرف بلي ان راه بزاف د الحوايج خاصك ديرهم. خاصك دير لا تيسيرا سانيتاريا. واش عرفني لا تيسيرا سانيتاريا؟ خاصك دير لا كارتا ديدنتيتا، خاصك دير ريزيدنسا، خاصك تلقى فيتو، المهم خاصك بزاف د اللعيبات ديرهم. يعني راه ماشي بقات خاصك غير تجي لايطاليا وصافي، راه خاصك فريمون تكون عندك بزاف د الافكار باش انك التجربه ديالك انا في ايطاليا تكون تجربه ناجحه، ما تكونش تجربه فاشله. البنات كيجيو هنا تيكونوا مثلا تما شي واحد بزاف الناس باعوا لهم بزاف د الوهم، ولا مثلا حتى ما بين راجل ومراته، راجل تيكون مثلا تيقول لمراته ان راه ايطاليا غادي نديرو شنو كتسنى في الاخر المراه كتجينا لايطاليا كتلقى واحد الواقع مختلف تماما، بلي ان نورمالمون راه كتعيش مع طاليانيات وكتعيش مع بزاف ديال الجنسيات مختلفين. في الاخر ما كتقدرش انها تندمج معاهم بواحد الوقت اللي خاصها انها تكون كتسنى من المغرب. ان الاندماج خاصو وقت طويل، ما كنهضرش على عام، ممكن يكون شي عامين، ممكن يكون 3 سنين. يعني الانسان خاصو يخرج اوتسايد اوف ذا بوكس، يعني خارج من ديك القوقعه اللي كنت ساكن فيها في المغرب. حيت المغرب راه ماشي هو العالم كامل، المغرب راه غير ثقافه وحده، غير جنسيه وحده. انت باش كتخرج لاوروبا كتلقى مع بزاف ديال الناس مهاجرين من جميع العالم كامل، كتلقى مع باكستانيين، مع هنديين، مع فرنساويين، مع طاليانيين، مع امريكانيين، مع برازيليين، مع ريبوبليكا دومينيكانا، مع اسبانيوليين، مع جميع انواع الناس اللي انت كتحب راسك انك انت في المغرب، اللي عندك الحق في الثقافه ديالك، في المعتقدات ديالك، في كل شيء. ناس اخرين نتوما كيجيو يعني غير قابل للنقاش اي حاجه. خاصك انت تكون انسان قابل للتعايش في المونطاليتي ديالك. في حين ان بزاف الناس كما كنشوف حتى انا في ايطاليا، علاش ديما تنحاول اني اونتر بارونتيز ديما ترا بارينتيزي سكوزاتي راه كاع سي باركي تنحاول ديما نبقى كما قلت لكم نهضر ديما شويه مغربيه بالعربيه، ولكن شويه بالإيطاليانو ماشي بالفرنسيزي. حيت هاد الشيء اللي مي ديسكورسو للناس اللي كيساكنين في ايطاليا والناس اللي بغاو يجيو لايطاليا باش كومونكوا بيانو نعاونكم حتى باش انكم تهضروا اون بو ايطاليانو كومونكوا كومي سافو ديتشيندو كي باش كتجينا لايطاليا راك انت كتجيب واحد لا كولتورا بواحد لا مينتاليتا ماروكينا جوستو فا بيني. ولكن لا مينتاليتا بيانو ديفي انيسيال ا كامبيارلا un po'. علاش؟ راه ماشي برك حيت انت عندك واحد لا مينتاليتا زبالياطا، نو، بيرو خاصك تعرف انك انت جيتي هنا لايطاليا، خاصك تعايش ديفي تشيركاري سوبرا فيفر، خاصك تتعايش مع الناس، خاصك تعيش مع معتقدات مختلفين، مع ثقافات مختلفين، مع ناس اللي عندهم مثلا افكار مختلفه على الافكار ديالك. في البلاد ديالك ممكن انك دير واحد الحاجه، ولكن في هاد البلاد هادي ما يمكنلكش ديرها. داكشي علاش انك بير بريزنتاري لا توا كولتورا، بير بريزنتاري تو بايزي بواحد الموضوع جوستو بيلو زوين. انت خاص تكون اباستانسا انتيليجنت، خاص تكون عندك واحد الذكاء كافي باش انك تبين على انك انسان واعي. ماشي انك انسان كتقول نو حنا غادي نديرو بحال هكا. راه فاتشي اللي كما كيجيبوا في العالم كامل تيقول لك بلي انك اوكي انت في البلاد ديالك كدير بحال هكا، اوكي باي باي سير بحالك. اش كدير انت في البلاد هذه؟ حنا في البلاد ديالنا كنديروا اللي بغينا ومن عندهم الحق، ماشي ما عندهمش الحق. وهذا الشيء كامل علاش قلت لكم ان راه كاين فرق بين النهار الاولاني والنهار العام. كيلقى الانسان راسو في واحد التضارب، واش خاصني نتبدل، واش ما خاصنيش نتبدل، واش خاصني انني نحاول نتعايش مع الثقافه هذه، واش خاصني ندير، واش خاصني ندير. المهم تكون انسان تعرف. داكشي علاش الهدف هذا الفيديو هذا هو انني بغيت نقول لك انك دير اتونسيون، عارف راسك فين غادي تجي. الا كنتي تجي ايطاليا، هذه الحقيقه ديال ايطاليا، ايطاليا زوينه، ما تنقولش ايطاليا خايبه، ايطاليا زوينه فيها بزاف ديال الفرص. ايطاليا ممكن انها تبدل حياتك الا كنتي انت قادر تبدل حياتك. اول حاجه ماشي انك تجي لهنا وتسنى انك تجي هنا بكونطرا. تنتمنى الله ربي يسهل عليكم كاملين الدري والبنات، ولكن
عرفوا راسكم فين تجيو، عرفوا راسكم اشنو تسناو، وتستعملوا الوسائل الصحيحة باش ديفلوبي راسك، ماشي انك انت تجي اليوم بدانتي e poi rimani badante حياتك كاملة. va bene iniziare come badante، va bene iniziare تخدم فشي حاجة اللي هي كيما تيقولوا جد متواضعة، pero انت راك تجي لإيطاليا حيت انت باغي الفلوس، بغيتي تخدم، بغيتي دير شي حاجة أحسن من انك تجلس في المغرب. اما الا كنتي باغي تبقى عادي تعيش عيشة متواضعة، بقى في المغرب. كاين بزاف ديال المهاجرين المغاربه اللي كاينه في ايطاليا، مالوغوزمون انا بعدا ما تعجبنيش نشوف هاد اللعيبه دي، ولكن هذا اختيار ديالهم، اختيار يعني كل واحد كيما تيقولوا حر في الاختيارات ديالو. كنشوفوا انه عايش في ايطاليا وبالنسبه لي بحال عايش في المغرب، فريمون بحال عايش في المغرب، ما كيدير حتى شي حاجه ديال ايطاليا، ما كيدير حتى شي حاجه ديال واحد تيبين انه راه خرج من المغرب، يعني عنده واحد لوبورتونيتà دي più per fare magari un po' meglio باش يدير شي حاجه احسن. يعني كاين مثلا شي حاجه من الحسن للاحسن، حنا ديما الانسان كيفضل انه يدير شي حاجه احسن. وكما قلت لكم خاص الانسان يستعمل الوسائل الصحيحه اللي ديما تنقولها. اول وسيله باش انك ديفلوبي راسك هي اللغه الايطاليه. يجب تمكن من اللغه الايطاليه، تمكن منها مزيان، ومن بعد تبدل المونطاليتي، تولي انك انسان كتقبل الغير وتقبل بزاف د اللعيبات، حيت هذه هي الطريقه الصحيحه الموجهه للاندماج مزيان. المهم هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي. التفاعل ديالكم تيخلي الفيديوهات ديالي يبانوا للناس اخرين. كنظن الفيديوهات ديالي راه مهمين بزاف، وتنظن ان الفيديوهات مهمين يحتاجهم الناس اخرين. بالمساعده ديالكم الا كنتو كتبارطاجيو لي فيديو ديالي غادي نكون انا فرحان، وغادي يكون واحد اخر حتى هو فرحان باش غادي يوصلوا لي فيديو ديالي. ديروا دي كومونتير، ديروا دي جيم، وكنشكركم بزاف، وغادي نقول لكم باي باي.